ايه الكلمة اللي ما يفهمهاش غير المصريين؟ فكك، يعني ما لكش دعوه بالموضوع اصلا. طري على نفسك، يعني اخلع بمعنى اصح. واحد سيس يعني واحد كده مش ناشف كده في نفسه، طري كده نايتي يعني. دول عيلين سيس كده. يعني ايه سيس؟ يعني عيال غاوية نت وكمبيوتر. يحيي متفاجئ مثلا او موقف كده. شحلاف، يعني واحد معهوش فلوس، معهوش فر، معهوش اي حاجه خالص، ضايع. احمص، هي يقال ان هو ده كان ملك زمان، بس احنا هنا بنفهمها بمعنى تاني. حكها جيب رزقها يا فندم. ناخد مثال، واحد ماشي وانا معايا شويه بنات حلوين قوي، وجي واحد صاحبي انا عارفه وقام حكيكها، خد مني 3 بنات، رزق ولا مش رزق؟ حبيبة قلبي يا هبة. هبة دي كانت كاركتر طلعت في مكالمة على اليوتيوب. المكالمة ديت يعني كانت مكالمة مش كويسة شوية. ادورها في دماغي، هفكر فيها. استلواح، يعني واحد بيستلوح على التاني، اللي هو ايه، عايزه في مصلحة، عايزه يساعده في حاجة. حليوت، حوارتاجي، بيحور كده يعني، حد مصري يعني. سنتيح، بيتسنتح يعني، بيتلالى كده. حبشتكنات، كلمة ما يفهمهاش حد أصلا. مستكانيوس، يعني هادي كده راسي متأني. استبينا، يعني كل حاجة في التمام. زلحف، انا تنح قوي.